إذن هذا هو تل الحماميات، وهذه هي الخيم التي يسكن فيها عصابات الأسد. نلتقي الآن مع الأخوة السوار والمرابطون على تل الحماميات. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي، ما هي طبيعة عملكم هنا؟ نحن والله هلق بالوضع الراهن، نحن هلق مرابطين على الحواجز تبع النصيرية، ومنع لتقدم أي جماعة منهم يعني. نعم، شاهدت يعني النقطة ما شاء الله متقدمة جدا باتجاه الجيش. هل حاولت عصابات الأسد التقدم باتجاه نقط الرباط أو المناطق المحررة؟ نعم، امبارح حاولت تتقدم بالليل أكثر من مرة، والحمد لله صديناهم. كنا كلياتنا مرابطين هون نحن وجبهة الإنقاذ، طبعا مجموعة كبيرة، والحمل لله تم التصدي لهون ورجعناهم. كيف هي معنويات الأخوة السوار المتواجدين؟ معنويات مرتفعة جدا وعالية جدا. كنا امبارح مرابطين لورا، اليوم صار في تقدم يعني مشان نشل الحركات تبعهم. في سيارات بتتحرك احيانا بالوادي تحت محمله بالمضادات او كذا. كل ما تقدمنا كل ما اعقناهم اكثر نتعامل معهم يعني، نحاول نصدهم قدر الامكان يعني. ما هي رؤيتكم لغزوة حماة من الناحية العسكرية؟ وما مدى استفادة النظام المجرم من تحريك جبهات كجبهة ريف حلب الجنوبي؟ معلوم نعم. الجبهة الجنوبية تبع حلب خفت ضغط كبير عن المنطقة عندنا هون بريف حماة شمالي. نعم. وعم نستنى فرج الله، عسى ولعل الله سبحانه وتعالى ييسر الأمر ويصر. سيدي الكريم، هو يعني الخنازير فتحوا جبهة حلب لإشغال المجاهدين عن معركة حماة، ولكن إن شاء الله يعني المجاهدين نحن على كل الجبهات بإذن الله منتشرين، ونتوعد النظام الفاجر وشبيحة الأسد واللي عم يوالوهم من روسيا وإيران إن شاء الله بمفاجآت كبيرة وضربات موجعة بإذن الله من قبل الأبطال في جيش النصر إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. حدا يريد أن يضيف شيء؟ نعم أخي الكريم، نحن هنا بإذن الله عز وجل مرابطين، ولن يحاولوا يتقدموا العصابات إلا على أشلائنا وجثثنا بإذن الله عز وجل. إن شاء الله. ونشير بالذكر للإعلامي أبو الجود الله يعطيه العافية وكتر خيره، ورغم الإعاقة بأجره يعني ومتابع لكل شاردي واردي بهالمنطقة هاي. الله يعطيك العافية. شكرا. الإعلامي أبو الجود يمكن تطلع على الشارع هذا على طول يمروا منه الأربطاشات والذخيرة تبعهم، ليكوا قريب. إذن هنا تتواجد عصابات الأسد. امبارح استهدفنا من هون دوشكا 14 مجوز. في قناص الدوشكا متواجدة هون على الخزان، يعني بضعة أمتار فقط بعيدين عنا الخنازير. يسأل الشارع العام والأخوة المواطنين إلى أي مدى وصلت غزوة حماة؟ إلى أي مدى وصلت غزوة حماة؟ نعم، في بالوقت الراهن يعني تجهيز العدة، وإن شاء الله تعالى بوقت قريب يعني بنوعد الناس وبنوعد الأمة كلياتها إن شاء الله في عمل بيرضي الله وبيرضي الناس كلياتها. إذن هذا هو تل الحماميات، وهذه هي خيم عصابات الأسد.